السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأتم صحة واحسن حال. النهارده هنحضر فطار كده لذيذ مع بعض، عبارة عن بطاطس محمرة. هحمر كده بطاطس معاكم. انا حطيت الزيت اهو، حطيت البطاطس. تمام. طبعا البطاطس هنسيبها تتحمر عشان نعمل فطار كده لذيذ وحلو كده مع نرمو. اكل شعبي جميل كده. ولا رز بقى ولا مكرونة ولا حاجة. طبعا البطاطس اهي هنسيبها مع نفسها شويه لحد ما تتحمر براحتها. هنا برضو عندي طاسه على النار، هعمل بقى شكشوكه. الجزء التاني هعمل شكشوكه، وعندي برضو جبنه قريش. هنعمل بقى 3 اصناف كده حلوين. اول حاجه طبعا هسيب البطاطس على النار اهي تتحمر. ودلوقتي انا بقى هعمل شكشوكه حراقه مش شكشوكه بارده. لو انت عايزه تحطي اعمليها شكشوكه يعني بفلفل رومي بارد، اوكي، اختياري، الفلفل اختياري. انا هنا قطعت بصلايه كبيره وحطيت عليها زيت، وهنا برضو حطيت زيت في البطاطس اهو، سايباها تتحمر. اكله شعبيه جميله بطريقه نيرمو، فطار شعبي جميل. وهنشوح بقى البصل كده مع الزيت، بصلايه كبيره كده. طبعا انا هسيب البصل لحد ما تتدبل، يعني مش هحمرها قوي جامد يعني. وعندي هنا هعمل شكشوكه طماطم وفلفل حراق، اوكي. لو انت عايزه تحطي فلفل رومي ده اختياري. انا حطيت فلفلتين حراقين كده وطماطم وبصل، وطبعا معايا بيض عشان هنحطه على الشكشوكه زي ما انتم شايفين كده. عشان نعمله اكل شعبي حلو كده يفتح الناس. احنا ايدنا هنا في الشكشوكه والايد التانية هنا بتبص على البطاطس، اوكي. عشان برضو نتابع البطاطس وهي بتتحمر. هنقلب بقى الطماطم بتاعت الشكشوكه كده، البصل سوري، لحد ما يتدبل معايا. وفي نفس الوقت برضو ايدي الناحية التانية في البطاطس، عشان عايزة اطلع فطار شعبي كده لذيذ وخفيف. مش لازم برضو فول وطعمية، اي حاجة في البيت موجودة. يعني انا اتصرفت طلعت جبنة قريش اهو، وهي بطاطس محمرة وشكشوكة، اكلة جميلة. مع مثلا بتنجانية مخللة جنبهم، مع شوية عيش كده حلوين ابيض او بلدي، وتبقى الفطار لذيذ وجميل ومن البيت، وما تكلفتيش حاجة، كله من البيت. البطاطس عندنا جايبينها من السوق وقطعناها زي ما انتم شايفين كده، وحطينا ملح وخل ونشا. ممكن تحطي هنا ملح وخل ونشا ومعلقه دقيق، عشان دول بينشفوا البطاطس وبيخلوها طالعه جميله ومقرمشه. ماشي. هنسيب البطاطس تاخد مجالها كده في الزيت. وهنا قطعت البصلايه الجميله بتاعتي عشان ثانيه واحده. هنولع هنا على البوتاجاز سوري، وبعدين نقلب البصلة. احنا برضو البطاطس هنا معانا على النار اهي، وهنقلب البصلة بتاعتنا الجميلة. هقلب البصلة كده لحد ما تتدبل خالص، او تاخد لون بني خفيف، يعني مش عايزينها تتحمر جامد عشان ما تتحرقش. وزي ما قلت لكم الفلفل اختياري، وفي الشكشوكه انا عاملها حراقه. انا حطاها حراقه. انت لو عايزه تعملي فلفل رومي على الطماطم اوكي، وملح وشويه ملح وفلفل عليهم. وجبنه بيضتين، ولو انت عايزه تضاعفي الكميه تعملي بيض كتير حسب افراد اسرتك اضاعفي، اوكي. كل واحد بيعمل على قد البيض بتاعه، افراد اسرته. وبعد كده البطاطس معانا اهي، ومعانا جبنه قريش بقى هنعملوها بالزيت كده خفيفه برضو. ونشوف شكل الفطار بعد ما يطلع. هنقلب طريقه الشكشوكه جميله اهي. انت بتدبلي البصله جامد، لازم تعرفي طريقه الشكشوكه، لان البطاطس سهله، كلكم بتعرفوا تحمروا بطاطس طبعا، كله هيحمر بطاطس. لكن الشكشوكه اهي هنحمر بقى البصله جامد، مش جامد قوي يعني سوري، يعني لحد ما تدبل سوري. وبعد كده لما تتدبل هنزل عليها بالطماطم الجميله بتاعتي والفلفل الحراق، او فلفل رومي لو انتوا عايزينها بارده مش حراق. يعني احنا ايدنا في كل حاجه. والجبنه القريش دي هنعملوها بالزيت خلاص، مش هنحط طماطم ليه؟ لان عجبنا القريش، لان هي اصلا الطماطم هتبقى في الشكشوكه، فانا ما بحبش طماطم كتير بقى يعني في الاكل. ادام في طماطم في جزء من الاكل خلاص، يبقى الجبنه القريش نهرسها بزيت. وانا كان عندي بتنجان مخلل هحطه برده جنب الاكل، هتبقى والله فطار جميل. هتشوفوه مع بعض ان شاء الله يعجبكم. وبرده البطاطس برده اما تطلع نعملها بالبابريكا، ملح وكمون وبابريكا عليها، تبقى لذيذه.
اهو احنا بنشوح البصل الجميل بتاعنا ونسيبه يتشوح شويه كده بسيط لحد ما نشوف برضو البطاطس اتنا في كل حاجه. طبعا الجبنه في الاخر خالص ههرسها واحط عليها زيت، دي سهله، دي مش محتاجه اصلا ان انا اوريها لكم، بس انا بوريكم يعني هعمل فطار لذيذ النهارده وجميل اهو يفتح النفس. انتوا ممكن تعملوه في البيت بدل ما تروحوا تشتروا فول وطعميه وتكلفوا نفسكم، ده فطار لذيذ وسهل واقتصادي يعني. تمام. البطاطس اهي برضو معايا على النار، اول ما تنشف كده من تحت هنبتدي نقلبها. حاطين عليها دقيق ونشا وملح وخل علشان تطلع مقرمشه وجميله. هنا على النار التانية برضو اهي الطماطم البصل بتاع الشكشوكه الجميله بتاعتي اهو نفضلوا نشوحوه. وبعد كده بقى ايه، بعد ما يتشوح شويه اهو يعني ياخد اللون الاصفر البسيط عشان برضو ياخد مجاله مع الطماطم والفلفل الحراق قبل ما نحط البيض وننزل بالشكشوكه الجميله بتاعتنا عشان نعمله فطار جميل مع العيش ابيض. لو انت عندك عيش بلدي ماشي، اي عيش تاكليه بقى. فكره فطار حلو ولذيذ من البيت بطريقه شهيه وتفتح النفس. زي ما انتم شايفين البصل اهو بياخد تتبيلتين كده بنتبله مش بنحمره جامد، وبرده ما نسيبوش ني عشان ما يطلعش ني في الشكشوكه، يبقى خير الامور الوسط. ومعانا البطاطس الجميله بتاعتنا وعندنا جبنه قريش لسه هنعملها، وانا مجهزه بتنجان مخلل كده، كام بتنجانيه مخلله كده حلوه جميله. يعني انا بسلق البتنجان وبعد كده بحط الحوج بتاع الدقه بتاعه البتنجان بسلقه عشان الانيميا. لما بتقلي البتنجان بتفقد القيمه الغذائيه بتاعه الحديد اللي فيه، فنصيحه لوجه الله لو انت بتعملي بتنجان حاولي ما تقليهوش، تعمليه مسلوق بيبقى جميل والله وتحفه. وتحطي جواه التحويجه بتاعه الدقه وحوج البتنجان ويبقى جميل بالخل والثوم. صحيا المسلوق صحي عن المقلي، بيضيع قيمه الحديد اللي المفروض ايه في البتنجان. تمام. احنا كده اهو عملنا البصله دبلناها، هننزل بالطماطم والفلفلايه الحراقه. عايزه تحطي فلفل رومي براحتك. الطماطم والفلفل الحراق ده عليه ايه يا جماعه؟ شايفين الفطار هيطلع شكله جميل ان شاء الله. عليهم ملح وفلفل كده بسيط، عشان انا هحط ملح وفلفل تاني على البيض، لان البيض لما يتحط هتحسي ان الميكس ده دلع شويه. اوكي، هنقعد نشوح بقى في الميكس ده كده. ومعانا الايد التانية برضو مع البطاطس الجميله بتاعتي اهي، انا مستنياها تطلع من تحت بس تقرمش كده، هبتدي اقلب فيها. تمام. هي برضو هعلي عليها شويه، معليه يعتبر النار عليها شويه. وهنا الميكس بتاع الشكشوكه الواو الحراقه، انا بحب الاكل حراق شويه، فانتي لو عايزه تحطي فلفل رومي ده اختياري براحتك برضو. طبعا هنستنى بقى اروح شويه كده وارجع لكم على بال ما الخليط ده يستوي ونخش بقى بالبيض بتاعنا. اوعوا تروحوا في حته تانية عشان نكمل احلى فطار خفيف واقتصادي ومن البيت بطريقه نرمو. اوعوا تروحوا في حته تانية. رجعت لكم بقى تاني بعد ما الخليط بتاع البطاطس قربت تتحمر اهي، وخليط الشكشوكه قرب يستوي. نضيف البيض بقى بتاعنا الجميل. بصوا البيض بتاعنا الجميل اهو نضيفه زي ما انتم شايفين كده، ونحط بقى الملح والفلفل الجميل بتاعنا بعد ما نوزع البيض كده بالشكل ده عشان تطلع الشكشوكه جميله. عايزه تزودي بيض براحتك، انا عامله على حسب يعني اللي عندي. تمام اهو، ممكن تعمليه كده وممكن توزعيه عادي، وتحطي بقى الملح والفلفل. اوكي، تحطي ملح غير الملح اللي حطيتيه قبل كده، انك حاطه ملح بسيط والطماطم والفلفل الحراق. اوكي، تحطي ملح كويس كده وحبه الفلفل الاسود الجميله. شايفين الشكشوكه بتشهي ازاي؟ شكلها بيشهي قوي 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 قوي. شايفين الجمال، الجمال والطعامه. ايه الجمال ده يا نرمو. طيب انا بقى اسيب الشكشوكه كده تنتشر في المكان وبصوا احاول اوزع الفلفل الاسود كده. يا دلعه يا دلعه يعني يا جماله بجد. اكله شعبيه ومن البيت وما كلفتناش اي حاجه. طب تعالي لي هنا بقى
قلبي البطاطس اهي البطاطس برضو قربت اهي تاخد اللون اللي انا عايزاه. وفي الاخر بقى نهرس الجبنه زي ما قلت لكم. هنحط العيش عشان نشوف احلى فطار شهي. شايفين الشكشوكه جامده اخر حاجه، شكشوكه جامده اخر حاجه. هنحطها بالطاسه كده في الفطار، مش هنحطها في الطبق، هنحطوها بالطاسه كده عشان الجمال ده تشوفوه جوه صينيه الفطار. خلاص. ومعانا بتنجان مخلل اللي انا عاملاه مجهزاه. هروح بقى اهرس الجبنه القريش وارجع اوريكم احلى فطار شعبي من البيت بطريقه نرمو. اوعوا تروحوا في حته تانيه. هنا جبت الجبنه القريش الجميله بتاعتي وهرستها تمام وبشويه زيت حلوين كده. وبعدين هحط شويه بابريكا على الجبنه القريش تبقى جميله. مش فلفل بارد، البابريكا يعني فلفل احمر بارد. اوكي شايفين؟ عشان تطلع جبنه قريش واو كده مع الفطار. ونهرسوها كده بشكل جميل وحطينا عليها الزيت. ونقلب بقى البابريكا على الجبنه على الزيت بالشكل ده ونهرسها كده يبقى طبق جانبي جميل كده مع الفطار. هروح بقى اصفي البطاطس وارجع اوريكم احلى فطار شعبي بطريقه نرمو. اوعوا تروحوا في حته تانيه. شايفين البطاطس طالعه روعه ازاي، فظيعه فظيعه مقرمشه ازاي يا جماعه. هنحط عليها ملح وكمون وبابريكا. اوكي ادي ملح على البطاطس، هنحط ملح وكمون وبابريكا فقط، وبابريكا وكمون عشان تطلع بطاطس واو. ادي دي بابريكا اللي هو الفلفل البارد. وهنحط بقى شويه كمون. مش فلفل اسود، لا في ناس بتحط فلفل لكن انا مش هحط. بصوا الكمون بيبقى احلى على البطاطس. ملح وفلفل وبابريكا. شايفين الجمال يا جماعه؟ ملهاش حل. اروح بقى احط لكم الاطباق ونشوف الفطار الجميل بالعيش الجميل بتاعنا. اوعوا تروحوا في حته تانية. يا جمال ويا حركات ويا تكاته، وده اجمل فطار شعبي بطريقه نرمو. الشكشوكه الحاميه الحراقه الجميله بطريقه نرمو الروعه اللي شكلها بالشهي وتفتح النفس. والبطاطس المقرمشه وباينه اهي بالبابريكا والملح والكمون. والجبنه القريش اللي هي بالزيت والبابريكا برضو. وعملت كده طرنشات طماطم وخيار. وعملت بتنجان مخلل كده جميل. وعيش ابيض جميل. ولو عايزين تحطوا بقى انتوا عيش بلدي احلى فطار بطريقه نرمو. لو انت جديد معايا ما تنساش تدعمني باشتراكك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت قديم معايا ما تنساش تدعمني باللايك والكومنت. واشوف حضراتكم في فيديو جديد او وصفه جديده من فيديوهات وصفات نرمو 2. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.